مساكم الله بالخير. من هم كبار القبيلة ولا كبار الجماعة اللي يستحقون أنهم يقدمون ويبجلون ويحتذى بهم؟ هل هم اللي نشوفهم يسحبون بشوتهم في المحافل والاجتماعات ويدورون الكاميرات ولا عندهم شيء؟ ولا كبار الجماعة اللي يوقظون الفتنة ويزرعون الحزازات وينبشون المنسي ويدفعون بواليد ما تذبحهم في الدم على مشاكل أم بير ولا مسيل ولا كلمة يطير بها الهواء؟ كبار الجماعة ولا كبار القبيلة هم أهل الفضل وأهل الخير وأهل السمت وأهل العقل وأهل الرأي، اللي ما منهم إلا خير. هم سعوا في بناية مستشفى ولا فتح مدارس ولا صلح بين خصوم ولا نفع للمنطقة ولا رفعة للقبيلة، ولا اللي لا ضاعت الأريا وتعقدت الحبال وتناشبوا العقال لقيتها مركد الناس وأكثرهم رزانة. هذول هم الكبار، تلقى معهم معرفة وحكمة ويسايسون الأمور ولهم نظرات بعيدة. علمني واحد مرة عن واحد من جماعتهم بياع عن شراي يبيع ويشري في الغنم، جاء بينه وبين شريطي مشكلة في 500 ريال. الشريط شاري من خروف ومات، وقال والله أنت تدفع قيمته، قال والله ما تدفع قيمته، وطال الهرج وشان. يوم ارتفعت أصواتهم إلى هالرجال هذا له عم حكيم ومجرب، جاء وقال وش السالفة، عطوه السالفة، قال كم خروفك؟ قال ب500. قال ذا يا عمي والله ما تدفع، قال والله لا تدفع. عطاه 500 وراح. قال يا عمي أنت خايف منه؟ قال لا والله خايف منك، أنتم تو شوي وتلازمون بالحلوب ثم تصوبه ولا تطعنه، ثم نروح نسوق الجاهيات من كل بديدة علشان يقبلون بالصلح، ثم نجمع المال من كل مكان علشان يصلحون. لا والله نحفظ وجيهنا وأموالنا ب500 ريال، افتك من العيات بنصاف مالك ونعيت العيات بالمال كله. فمثل هذولا هم اللي يجب أن نجلهم ونعرف قدرهم ونشيد بجهودهم. ترى وهم موجودين نحسبهم عاديين وكلن يقوم مقامهم، ولا غابوا وما سدهم أحد. على قول ذاك الشاعر اللي يقول يا رب تبقين لنا سيد الإمام، يعني أحمد حميد الدين، يقول يا رب تبقين لنا سيد الإمام سيف السيوف الذي ما حد كماه، أحمد اللي غاب وأخوانك كفى، وإن غاب ما حد من أخوانك كفاه.